نحاولوا نكونوا اسرع، نحاول انا على الاقل، وان كان هذا الشيء اللي طرحتيه دابا في هذا الجزء الثاني اساسي. اكاد اقول دابا دخلنا للمعقول. وانتم معقولات. لا، دخلنا للمعقول بهذا المعنى، بالمعنى ان هذا الشيء كله الاخر اللي كنتكلموا عليه، اي قياده مشروع اصلاحي، دخول في مجموعه ديال المجالات من اجل اننا نغيروا السياسه ونغيروا المسار. هذا الشيء كله كما قلت لكم في المداخله الاولى يحتاج الى فضاء سياسي اللي قادر على ذلك، اللي قادر على حمل هذا المشروع ديال التغيير وهذا المشروع ديال الاصلاح. وبالتالي انا ربما في بعض الخرجات حتى الاعلاميه اللي كنقوم بها او بعد المشاركات في ندوات من هذا النوع كنتفادى انني نتكلم على ولا نستعمل بعض المصطلحات اللي كتردني للتربيه ديالي كمدرسه سياسيه. ولكن بشكل موضوعي نحن اليوم امام حكومه طبقيه وامام حكومه مصلحيه، وكما قال دريس وكذلك سي محمد، هذه حكومه لتضارب المصالح يوجد في قلب سياستها، بمعنى الشيء الاخر كله تغلاف ديال واقع اخر اللي كيجعل اننا وضعنا، وهذا هو الاخطر. وانتبهوا معايا الى شيء، مسار سياسي معين في بلادنا ادى الى ما ادى اليه، وهو قيام حكومه اللي كان فيها العداله والتنميه، هو اللي قيدها في 2011 من بعد ما وقع عندنا وعند غيرنا من الدول العربيه. احنا كنا من الاحزاب اللي اعتبرنا ومن القوى اللي اعتبرنا بانه هذا الامر يتعين ان يحتضن وان يدبر في اطار المؤسسات الديمقراطيه القويه، وانه بعد ذلك هذا الامر ما يمكن له الا يقوي هذه التجربه. هذا الخطاب ما تفهمش، وتنعتنا وادينا الثمن ومشينا في واحد العدد ديال الامور اللي على اي حال بالطبع ما جعلتناش نتراجعوا على المسار اللي كنا مقتنعين به. بعض الاطراف بالطبع هذه حكومه، احنا كنا كنقولوا ذلك على الاقل موضوعيين من هذا الباب، هذه حكومه ادت ما ادت من خدمات، وكانت لها ايجابيات وكانت لها ايضا اخفاقات وسلبيات، لكن على الاقل كانت عندها واحد القيمه اساسيه، هي انها كانت حكومه متفاعله مع الشعب، متفاعله مع الشارع، منصته، تخرج، تتواصل، تعبر، تفسر، وبالتالي حيات بشكل كبير الحياه الديمقراطيه في بلادنا، وارجعت عدد من الفئات الى الفعل السياسي ان لم يكن الفعل الحزبي والى الاهتمام. بعد ذلك جاءنا رأي الذي يقول بأنه بعد ولايتين كفى. رأي على أي حال، ومن أجل ذلك استعملت جميع الإمكانيات خاصة الفاسدة منها، المالية الفاسدة منها، وتم الاعتماد على مدى لم يتم الاعتماد على أحسن ما يختزله الشعب المغربي من كفاءات ومن قدرات، تم الاعتماد على جميع أنواع الرشوة والريع والاقتصاد غير المهيكل والارتزاق والارتباط بمجموعة من المصالح، خاصة بالنسبة للجماعات، هذا النقل المزدوج، هذا الكريانات، هذا واحد العدد ديال المصالح اللي كنعرفوا كيف ان البعض مرتبط بها. واليوم وهذا نبهنا اليه، قلنا هذه الاساليب، هذه الرغبه في الحصول على هذه 5 المليون اللي كتغنوا بها
وباش تجيبوا هذه الاغلبيه في البرلمان، راه ما غتعطيكمش خير ما انتجه الشعب المغربي من كفاءات وقدرات، وما غتعطيكمش الناس المخلقين اللي الشعب محتاجهم والمؤسسات محتاجها، غتعطيكم شي حاجه اللي هي خطيره على الديمقراطيه، وغتعطيكم بشكل طبيعي ناس اللي غيصوتوا بالنسبه لبرلمان، او ناس اللي غيدبروا بالنسبه لجهات ولجماعات محليه اللي مرتبطين اساسا بمصالح، وبالتالي العمليه كلها غتعطل، والمشروع الاصلاحي في عمقه ما غيمجدش اللي يحملوه، لان هاد الناس مغمصين في هذا الشيء، وغيزيدوا يغمصوا وغيزيدوا يبعدوا ناس اخرين من الفعل السياسي، وهذا ما يحدث اليوم. لكن انتبهوا معي، غنحاول مع ذلك ما نطولش، التزم بذلك. هادو ناس موجودين، كيف تتصورون انهم غيتصرفوا في 2026؟ 2026 انتظروا ذلك، وعقلوا انني قلت لكم هنا غيدفقوا بالمناسبة ديال الانتخابات المقبلة ربما ضعف إن لم يكن أكثر من الملايير والملايير والملايير بالدراهم اللي اتدفقت في الانتخابات السابقة، حفاظا على هذه التوازنات بالنسبة لهم، وحفاظا على أنه واحد الفكرة ما تنساوش بأن ديك الكبرياء، ديك الروح العظمة اللي البعض يوجد فيها غتجعل بأن هذه التجربة يجب أن تتوج بماذا؟ بالفوز في الانتخابات. وهذه المسألة كيفما كان ثمنها خاصة المادي، كنتمنى أنني ماشي خوفا، كنتمنى أنني بالطبع هذه المسألة أن ما يكونش تراجع كبير على هذا المستوى اللي يؤدي إلى أنه على مستوى الممارسة الانتخابية في حد ذاتها تكون ممارسات أخرى، ولكن فقط هذه الممارسات الفاسدة اللي نددنا بها واللي قلنا أنها خطيرة قد تعود وقد تستعمل بشكل أكبر، والنتيجة ديال هذا الشيء شنو هي أنها غتكون ضربة قاضية أخرى للممارسة الديمقراطية وللأحزاب وللثقة اللي تكلم عليها السي محمد، اللي واجب أنها تكون بين المواطنات والمواطنين وبين الفاعلين السياسيين كيفما كان المستوى ديالهم، منتخبين محليين أو مسؤولين منتخبين الفوق أو الأحزاب السياسية عموما. وكتعرفوا بأنه مع الأسف عموما غنصدقوا حنا كاملين في واد واحد، بمعنى بالنسبة للمواطن ولاد عبد الواحد كلهم واحد، وذلك يشكل خطرا حقيقي على الديمقراطية في بلادنا. ولذلك إذا كانت شي حلول هي أن تكون لنا الجرأة والشجاعة في أن نطرح الإشكاليات الأساسية. الإشكاليات الأساسية مرتبطة بأنه يتعين أن يكون لنا فضاء سياسي وفضاء حزبي مسؤول حقيقة، له جرأة، له استقلالية قرار، له قدرة على أن يقول عدد من الأمور بالطبع في إطار الثوابت. والحمد لله هنا باش نعاود نأكدوا ذلك، الحمد لله على بلادنا أن الأحزاب الموجودة اليوم أحزاب مسؤولة تؤمن بثوابت، تقر بدستور، تقر بدور المؤسسات، وتقول بأن لكل مؤسسة دور ديالها. وفي هذا الاتجاه حكومة يتعين أن تكون مسؤولة، حكومة يتعين أن تكون لها صلاحيات، البرلمان يتعين أن يكون برلمان فعلا، الأحزاب يتعين أنها تأسس هذا البرلمان وأنه يكون فعلا برلمان، والمجالس المنتخبة الأخرى كذلك يتعين أن تكون من نفس الطينة. هذا الشيء ما غيجيش بوحده، هذا الشيء ما غيجيش بوحده، هذا صراع، هذه معركة. هاد الناس اللي أمامنا اليوم اللي فازوا تعين أن نقر بذلك. شنو هي الأساليب باش فازوا راه عرفناها، لكن راه هما اللي موجودين، هما اللي مالئين هذه الساحة اليوم، هما اللي مالئينها، وبالتالي غيدافعوا على هذه المواقع. فستكون معركة صعبة وصعبة جدا، تقتضي منا وحدة الصف، تقتضي منا أن تكون لنا القدرة على أننا نحركوا، تقتضي منا أننا تكون عندنا القدرة أننا نحركوا ماشي نهيجوا. حنا ما كنهيجوش، حنا عارفين بلادنا، وراه قلتها في التدخل ديالي الأول،
حنا نؤمن بشكل أساسي بالتغيير في إطار الاستقرار. هذا مفهوم نحن نعلمه ونتقنه ونعتبر بأنه هو الوحيد اللي يمكن يؤدي إلى نتيجة. ونحن نؤمن بالتغيير من داخل الدستور ومن داخل المؤسسات القائمة والأدوار ديال هذه المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، باش يكون الوضوح. اللي كيسجل شي حاجة يديها مقادة، ما يديهاش محرفة. هذه معركة ستكون صعبة وكتستلزم منا كاملين أننا نخوضها، وكتستلزم كذلك أننا تكون عندنا الأشكال النضالية الكفيلة بأننا نمشي ونجيبوا ثلثين إن لم يكن أكثر ديال المواطنين والمواطنات الصالحين والصالحات اللي بعاد على هذا الحق اليوم، اللي ما تايقينش فيه، اللي ما باغيينوش. وهذا الشيء اللي قلتيه هو اللي كاين، وماشي غير انتم اللي كتعانيوا منه. حنا كذلك اليوم لما كنبغيو نديروا غير لقاء كنوليو كنقلبوا بالريق الناشف على الناس ديالنا باش يجيو. هذا واقع يتعين ان نعترف به. حتى حنا عندنا فيه مسؤوليه. كاين المسؤوليات موضوعيه وهذا الشيء اللي تكلمت عليه، لكن حتى حنا عندنا مسؤوليات، وبالتالي خصنا نشوفوا بشكل جماعي وفي كثير من الاحيان القول اساليب الكفيله بان نرجع لهذا الفضاء بالخطاب الملائم، بالجرأة الملائمة، بالقدرة فعلا على ان الناس يثقوا، وهذه معركة. وهذه المعركة يمكن لي نقول لكم بان معركة تبدا اليوم، مثلا فيما يتعلق بالاساليب الانتخابية اللي غتستعمل، فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، اننا ما يكونش عندنا الخطأ ان نطرح هذا الموضوع حتى تبقى 6 شهور، لان هذيك الوقت غيفوزوا بك القومان يا فلان، بمعنى اللي كاين واغلبيه ديال 270 في البرلمان غيدوزوا بها اللي بغاو، وحنا نقولوا اللي بغينا. وبالتالي قد نواجه انذاك واحد النكسه حقيقيه التي يتعين اننا نتجاوزها. من اجل ذلك يتعين اذا فعلا ان يكون لنا هذا الامر من داخل البرلمان من خارجه. وهاد الناس هادو في هذا الكلام ديالهم فعلا انا سمحوا لي نقول لكم، لانه بعض الامور يتعين ان بعض الكلام اللي تقال في البرلمان من قبل الرئيس انتم شرتيوا الى بعض هذه الامور، راه ربما التكوين السياسي ناقص، ولكن كذلك واحد الغرور وواحد الاستعلاء اللي كيجعل انه خاص حنا نقوموا بدورنا من اجل التنبيه الضروري، واننا يفهم الجميع بان راه باقي هنا ناس اللي مناضلين من اجل الديمقراطيه، ومناضلين من اجل التقدم الحقيقي، ومناضلين من اجل القانون،